بأن الديمقراطية هي التطبيق السليم للشورى. الشورى بقات مبادئ عامة وقضية أخلاقية، جاءت الديمقراطية أعطتنا أدوات. صورة ايه دي؟ ده حديث رواه مين ده؟ ده رواه واحد حشاش. فلاقي بعض الناس يقول لك لا ديمقراطية إسلامية. طب ينفع تقول شرك إسلامي؟ ينفع تقول توحيد تسليس؟ ما ينفعش يا ناس. نظام الله هيطبقه صح البشر، لأن الديمقراطية حكم الشعب للشعب بالشعب. لا، احنا حكم الله للشعب بالشعب بموجب الشورى، مش الديمقراطية، بموجب الشورى نراجع الحكام. امال هي الشورى هي ايه؟ مش قلنا الشورى ملزمة؟ انت كحاكم بتيجي تعمل اي حاجة دلوقتي نقف لك، مش في اهل الحل ولا عقد، مش في حاجة اسمها اهل الشورى. مين هم اهل الشورى؟ في عندنا اهل الشورى، نطاق الشورى. الله، كلام كبير يا مولانا. بس للاسف احنا من كتر ما قعدنا نقول ديمقراطيه 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 طلعت كلها ملوخيه زي ما بقول لك. ما فيش حد فينا بيتكلم عن الشورى. ايه هي الشورى بقى؟ وادوات الشورى ونطاق الشورى واهل الشورى ومجال الشورى. مجال الشورى في ايه؟ فيما لم يرد فيه نص. يعني ما نعملش شورى عشان نخلي الصلاه 3 صلوات في اليوم والليل، ما نعملش شورى عشان نعمل لواط. اهل الشورى في اهل الاختصاص. ليس معنى أننا نرفض الشورى الديمقراطية ونقول عليها أنها قائمة على أسس كفر فلا نقبلها أننا نقبل بالديكتاتورية. لأن البعض يقول لنا كده، أنتوا وش فقر مش عايزين ديمقراطية، طب خليكم في البقل. لا استنى، أنا ما بحبش الخنزير والخنزير حرام ومش هاكل خنزير. تقول لي يا أخ وجدي أنت ما بتحبش اللحمة ليه؟ لا يا حبيبي أنا بحب اللحمة، أنا بحب اللحمة جدا جدا، بس ما بحبش الخنزير. ما بحبش الخنزير لأنه حرام. أنا أحب الحرية، أنا أحب الشورى، لكن ما أحبش الديمقراطية.